يا دكتور، في ام بتسال او بتقول يعني ان ابنها ضعيف الشخصيه، تمام. ولما حد بيضربه معرفش ياخد حقه، مع انه في البيت بيضرب اخواته ضرب عنيف قوي. طيب تمام. اول حاجه، احنا التعامل بتاع ابني سواء كان ضعيف الشخصيه او ان هو بيتعامل بعنف، ده نابع من جوايا انا. لما بلاقيه بيتعامل مع طفل تاني، لو بيضربه او بيضربني انا شخصيا او بيضرب حد من اخواته، ما ينفعش ان انا اصرخ في وشه واقول له ابعد كده، ما ينفعش، لاني بعلمه الخوف مش الاحترام. ده اول حاجه. تاني حاجه، ما ينفعش ان انا احرجه قدام حد. يعني لو احنا قاعدين في تجمع عائلي وابني حد ضربه او هو ضرب حد او حد اشتكى لي منه، ما ينفعش ان انا اقلل منه قدام اللي اشتكى منه دوت، او اقول له كلمه تحرجه قدامه. هنتكلم في الموقف لما نبقى لوحدنا او لما نرجع البيت. دي حاجه. تاني حاجه، ما ينفعش ان انا اعدي الموقف. يعني ما ينفعش ان انا اشوفه ضرب اخته او ضرب اخوه او ضربني انا واسكت وما اتكلمش. لازم انا اتكلم معاه بهدوء وبالراحه عشان يفهم ان الضرب غلط، الضرب ما بيرجعش حقه. تالت حاجه ودي مهمه قوي قوي قوي، هي ان انا لازم اعلم الطفل ازاي يرد عن نفسه، ازاي يقول انه انت مش مسموح لك انك تضربني، او يمسك ايد الطفل اللي بيضربه، او يقول له ما تكلمنيش بالطريقه دي. لو انا ابني ما عندهوش لباقه في الكلام وما بيقدرش يدافع عن نفسه بلسانه، هيفضل دايما بيدافع عن نفسه بايديه، او هيقرر ان هو ينسحب تماما وما يدافعش عن نفسه. فبالتالي في كل الاحوال ما ينفعش اقول له اللي ضربك اضربه، او ما ينفعش ان انا اسكت واعدي الموقف. لازم انا اقوي شخصيه طفلي بيا انا اللي لازم انا اعرف اتعامل معاه ازاي الاول عشان يعرف يتظبط اكتر وتبقى شخصيته اقوى. ابعتوا لي في الكومنتات المشاكل اللي بتقابلكم مع اولادكم في البيت، وانا هقول لك الحل ليها على طول.